هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بكل خير. فيديو النهارده صحي الصبح بدري وليا مزاج قوي اعمل فيديو الصبح، فبس طبعا ولا قادره احط ميك اب ولا قادره اعمل اي حاجه، بس قلت اعمل معاكم كده مورنينج روتين واكلمكم بقى عن برودكت انا بجد مبسوطه بيه قوي 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 الفتره اللي فاتت. الاول بس لو اول مره تشوفوني، ازيكم عاملين ايه؟ انا اسمي رضوى احمد وبعمل فيديوز هنا على اليوتيوب، فلو انتوا لسه اول مره تشوفوا الشانل بتاعتي ما تنسوش ان انتوا تاخدوا لفه كده في القناه، ولو عجبكم المحتوى ما تنسوش ان انتوا تعملوا سبسكرايب واعملوا لايك للفيديو ده لو عجبكم، علشان انا بحاول الفتره الاخيره اشوف نوعيه الفيديوهات اللي بتعجبكم اكتر ايه واحاول ان انا اكتر منها. زي ما هو واضح كده انا عملت المورنينج روتين بتاعي اوريدي، بس صورته لكم، فهحاول بقى ميكس ما بين الفيديو ده والفيديو وانا بغسل وشي يعني، وبحط بقى السان سكرين والحاجات دي. بس خليني الاول اكلمكم عن منتج انا بجد حبيته جدا الفتره الاخيره، بستخدمه بقالي مثلا دلوقتي اراوند شهر او حاجه، وعجبني جدا. حتى بنتي الصغيره جربته وعجبتها. طبعا انا مش عارفه هو مناسب للاطفال ولا لا، بس هي كانت جربته مرتين كده، فبالنسبه لي يعني كان لطيف ان هو ما نشفلهاش وشها خالص. غسلت وشها وانا حاسه ان وشها لسه طري، وهي حتى نفسها حاسه ان وشها مش ناشف وطري، وكان سهل بالنسبه لها في الاستخدام عن بقى الكلينسر او ان هي تغسل وشها باي حاجه تانية، لان انا بدات اعودها، هي بدات تكبر يعني ما شاء الله، فبدات اعودها انه هي تبدا تستخدم مثلا غسول، تبدا تستخدم حاجات بسيطه كده علشان تعرف تغسل وشها. طيب يا حلوين، المنتج اللي انا بتكلم عنه اسمه ايه؟ هو اسمه ابي او ايب او انا مش عارفه بصراحه بتتنطق ازاي، بس هو ده شكله. اوكي، انا جبته بالصدفه كده، كنت بشتري حاجات والشخص اللي كان بيبيع لي المنتجات وكده عشان هو عارفني بنتكلم مع بعض، فرشحه لي جدا وقال لي دوت حاجه يعني ناس كتير قوي جربتها ورجعت تشتريها تاني. انا ما كنتش اعرفه اصلا ولا حتى لغايه دلوقتي اعرف عنه، ما شفتش حتى ريفيوهات عنه لسه. لو بس نسيت اقول لكم على حاجه، يعني لو ما عملتوش بقى الكوفي بتاعتكم كده اعملوا حاجه تشربوها بالنهار كده، لو انتوا بتتفرجوا على الفيديو ده بالنهار اعملوا حاجه تشربوها، لانه بجد الواحد بيبقى صاحي على قد ما بتبقى حاسه انك ما لسه منعوسه بقى ومش قادره تقومي وكده، على قد ما دي بتوديني في حته تانية خالص. عارفين اول بق بناخده كده من القهوه مختلف عن لما بتكمليها. معرفش انتوا موافقين كده ولا لا، بس بجد انا بحس ان اول يعني مثلا نجيب ايس كوفي او حتى الكوفي دي، اول شفطه كده بناخدها مختلفه عن بقيه الفنجان كله. انا حاسه ان داخل عليا برد ولا ايه؟ انا مش فاهمه. الحمد لله. المهم انا استخدمت معاكم دوت في الفيديو، بس كنت عايزه اكلمكم عن مميزاته وعيوبه، فما كنتش عارفه اتكلم قوي انا بغسل وشي، فقلت اكلمكم لوحده. طبعا مميزاته ايه بالنسبه لي؟ انه الباكج بتاعه مش ازاز، بلاستيك، فلو وقع، عشان انا طبعا عندي اطفال او كده، لو وقع او حاجه مش هيتكسر. دي اول حاجه. تاني حاجه وهي عجبتني جدا ان هو مش زي بقيه انواع الغسول اللي هي بتيجي ببراش او فرشه زي كده. انا بصراحه معرفش لو في نوع تاني زي كده ولا لا، بس ده البراش بتاعته الفرشه بتيجي سيليكون، فالسيليكون بتتشال كده اهو، بتتشال خالص، تقدري تغسليها بعد ما تستخدميها وقبل ما تستخدميها، فانت دايما بتبقي ضامنه ان هو نظيف. فانا كل استخدام بشيلها وبغسل الجزء اللي فوق ده وبسيبه ينشف لوحده، وبعد كده لما باجي بستخدمها بركبها تاني زي ما انتوا شفتوا في الفيديو. اللي ما عجبنيش قوي فيه وده هوريه لكم كمان في الفيديو، انه لما باجي بس البامب بتاعته لما باجي ادوس عليها بيتداس عليها بصعوبه. معلش ثواني عشان انا بوظت ايدي، بس كنت بقول لكم اللي ما عجبنيش ان البامب بتاعتها لما بتيجي تدوسي عليها بتدوسي عليها بصعوبه شويه عشان تطلع برودكت. طبعا ده حلو في حاجه انه هي بتطلع كميه الكلينزر مش كتيره، بتبقى على قد ما انت محتاجه، بس في نفس الوقت انا ببقى حاسه ان انا محتاجه، انا بحب احساس ان انا يعني وشي بيرغي كده او في رغوه عشان احس بالنظافه، خصوصا ان هو مش بينشف خالص. يعني بجد عجبني جدا ان هو مش يعني بغسل وشي بصوا لسه طري ازاي. انا حاطه دلوقتي اللي هو المنتج التاني اللي هكلمكم عنه، بصوا وشي اللمعه اللي فيه لمعه عجباني بصراحه، حاسه ان هو دوي كده وان هو بيلمع لمعه صحيه، مش الاويل، مش اويلي، لا بصوا يعني حاسه ان هو ما شاء الله فيه لمعه حلوه، فده عجبني فيه جدا. الضغطه بس جامده شويه، ممكن تكون على ايدي انا يعني، ممكن من شخص للتاني تفرق، بس بالنسبه لي انا لا، حسيت ان هو يعني ايه ضغطته جامده شويه. بس بقى خليني اقول لكم على حاجه، يعني دي ميزه وعيب برضو. عيب ان انا بقول لكم هي جامده شويه، وانا بحب منتج كتير، بحب احط البرودكت يبقى كتير شويه، بس انه انا لما جربت الموضوع ده في سوب اند جلوري قبل كده في الشاور جيل وقلت لكم كان في نفس المشكله، اكتشفت ان هو برضه دي حاجه موفره، بيخليكي غصب عنك ما تحطيش كتير، فالمنتج بيقعد معاكي وقت اطول بكتير قوي، فبرضه عجبتني. وعجبني جدا جدا موضوع ان السيليكون بيتشال وبيتغسل، فبقى ضامنه المكان ده كله نظيف، وان البراش نفسها تكون نظيفه، مش لازقه في الكلينزر يعني، فببقى اتاكد قوي ان هي نظيفه وان هي مغسوله.
دي حاجه. تاني حاجه بقى بجد، وده اللي عملت عليه الفيديو او ده اللي خلاني اصلا افكر ان انا اتكلم عن المنتج ده، وهو السان سكرين بتاعهم او السان بلوك بتاعهم او واقي الشمس بتاعهم. تحفه يعني، ده بجد اللي عجبني جدا. انا استخدمت طبعا اغلى الانواع وبقت غاليه طبعا دلوقتي بارقام بقى مش منطقيه خالص. عجبني جدا في ده انه بصوا انا حاطه كميه، انتوا هتشوفوها في الفيديو قد ايه انا حاطه كميه حلوه، كميه كبيره، وفي نفس الوقت وشي مش ستيكي. بصوا لما احط ايدي كده اهو، بصوا اهو مش ستيكي خالص خالص. انا اصلا وشي اويلي، فان انا اوصل ان انا احط الكميه دي كلها على وشي ووشي اويلي، فانا حاسه ان انا قاعده، عشان طبعا قاعده فاتحه الشبابيك كده، فانا حاسه ان انا قاعده وشي في يعني محمي كويس قوي من الشمس، وفي نفس الوقت مش ملزق، وكمان في لمعه حلوه قوي، تحس ان هو ترانسبيرنت كده او جل، هو جل، ومكتوب عليه ان هو SPF 50، فده عالي جدا يعني، ده اعلى رقم انا شفته، غير طبعا ال100 بتاعت بايوديرما اللي بعد كده سمعت عليها كلام انه مفيش حاجه اسمها 100، بس ما علينا يعني. وبعدين مكتوب عليه كمان ان هو عنده يعني with filters، معمول في حواجز حمايه من الشمس، اوكي، اللي هم الخمس اشعاعات اليو في من الشمس، اللي هم ايه الخمس اشعاعات انا ما اعرفهمش بصراحه، بس مكتوب عليه كده. الحاجه بقى اللي عجبتني جدا 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 ان انا كمان حاسه ان هو بيغنيني عن المويسترايزر او المرطب، ان انا بحس ان انا وشي بيترطب وفي نفس الوقت انا حاطه سان سكرين، فبحس ان انا انجاز كده يعني. حتى لو مثلا نازله ورايحه الشغل او رايحه مشوار هعرف احطه، واحطه في ايه حاجات بسيطه يبقى شكلي كويس جدا. لو مش عايزه احط ميك اب، هو حتى لوحده كفايه. عايزه تحطيه وتحطي بلاشر بس اوكي، عايز تحطيه ومش لازم تثبتيه بباودر مش مشكله خالص لو انت وشك مش من النوع اللي بيعرق، لان في فرق ما بين الوشوش اللي بتعرق والوش الدهني. انا وشي اويلي يعني في اويلز، لكن في وش اللي بتطلع ميه لا، ده بقى ممكن لازم تثبتيه باودر او اي عامه اي نوع سان سكرين هتبقي محتاجه ان انت تثبتيه بباودر. اوكي، فده بصراحه اللي خلاني اتكلم عن المنتج ده، انه انا كتير بسأل عن حاجه تبقى كويسه، انا بصراحه بريكومند ده جدا. هنا بقى انا قلت اصور لكم الروتين اللي اتكلمنا عليه يعني قدامكم، عشان تكونوا شايفين برضو الستبس كلها عامله ازاي وكميات اللي استخدمتها قد ايه. رفعت شعري وهستخدم الغسول اول حاجه. بصوا الضغط بيبقى تقيل ازاي، بس اهو بدا يطلع البرودكت ده اللي هو لونه بينك. هبدا بقى انا وشي هنا طبعا مبلول، وهبدا افضل يعني اشتغل بالبراش السيليكون دي لغايه ما هيبدا الفوم كله يبان، ويبدا بقى الكلينزر نفسه يشتغل كده، وبتاكد قوي ان كل حته في وشي وصل لها الكلينزر. زي ما احنا شايفين كده اهو بدا يبان الفوم، وكل ما هشتغل اكتر بالفرشه كل ما الكلينزر هيبان اكتر. الحتت الصغننه في البراش دي تحفه. هنشف وشي بقى بالمناديل زي ما قلنا قبل كده، مش بستخدم خلاص بقى ولا فوطه ولا الكلام ده، لان وشي فعلا متحسس جدا، فهنشف وشي بس بالمنديل كويس قوي. وبعدين هستخدم التونر، بستخدم هنا ميه ورد، وبشوفها كفايه قوي بالنسبه لي للنهار، علشان مش بحب احط اي تونر تقيل او في اي حاجه يعني ايه قويه شويه على بشرتي، فبس هو كده. بصوا القطنه هنا عامله ازاي، يعني الى حد ما نظيفه. وبعدين هستخدم بقى التونر ده اللي هو تونر مرطب، يعني هو عباره عن هيلورونيك اسيد فكله ميه، فبحطه بس كده على وشي عشان احس بالطراوه بتاعته على الوش. بحبه جدا التونر ده واتكلمت عنه. وبعد كده هحط معاكم الاي كريم، هو برضو من نفس اللاين. هحط بقى الاي كريم حته صغننه بس كده تحت عينيا، مش بحب احط كتير، خصوصا ان انا بعد كده هستخدم السان سكرين يعني وهو فيه مرطب، بس حته صغيره عشان انا حاسه ان تحت عيني شويه جاف، فبحط بس حته صغيره كده. وعشان برضو افك تحت عينيا اكتر هستخدم المساجر دي، وهبدا اعمل بيها مساج كويس تحت عينيا كده عشان احس بس ان انا فوقت اكتر يعني او مصحصحه اكتر. هلفها بس حوالين عيني كده عشان احس ان انا يعني ايه ريلاكسد شويه كده، وقدرت ان انا اصحى وافوق. وبعدين هستخدم السان سكرين اللي اتكلمت عنه، هحط منه كميه كويسه جدا، يعني انتوا بصوا الكميه قد ايه اللي هحطها، شويه حلوين يعني، طبعا كده كتير جدا. بس انا حابه مؤخرا الاحساس بتاع ان بشرتي بتلمع، وكمان حاسه انه بيديني زي ترطيب زياده كده. وبما ان انا قاعده في البيت فمش قلقانه قوي من ان انا بقى الم تراب وان هو يبقى يعني ايه في الهوا يعني، خصوصا زي ما قلت لكم هو مش بيلزق بصراحه، يعني هو بيدي لمعه بس مش اللمعه اللي هي بتكون ملزقه الوش خالص، لا بالعكس بتكون لمعه كده تحسوا ان في كانك حاطه حاجه فيها هايلايتر
كأنك شاربة مية كويس. فانا بصراحة حابة لمعته عن نفسي يعني. هوزعه بس كويس قوي كده. وتاني بقول لكم ان دي كأنها خطوتين في خطوة واحدة، انا حاسة انه مترتبة. الباقي طبعا انا حطيته اهو على ايديا زي ما انتم شفتوا. وبعد كده الليب بالم عشان بحس ان ايه محتاجة ابقى هيدريت اكتر. بس كده هفك شعري طبعا، وافضل كعادة اي بنت فينا هفضل ابص لنفسي شويه في المرايه، اظبط كده اشوف على الناحيه دي شعري احلى ولا على الناحيه التانية، ولا عامله كده ولا كده، هيكون احلى. وبس بصراحه مبسوطه الحمد لله انه ما شاء الله بشرتي الفتره الاخيره متحسنه كتير عن الفتره اللي فاتت. بس يا حلوين هروح بقى دلوقتي اشرب القهوه بتاعتي زي ما قلت لكم، وهو ده الروتين. كمل القهوه بتاعتي بقى. باي. بس كده يا حلوين، ده كان فيديو سريع كده على قد ما اقدر مورنينج روتين. ولو ليكوا اي اسئله وعايزين تسالوني عن اي حاجه اكتبوا لي طبعا في الكومنتس. اشوفكم ان شاء الله بكل خير في فيديو جديد.